10 جنيه البنك الأهلي المصري، 10 جنيه البنك الأهلي المصري سنة 1959. ودي اسمها 10 جنيه رمسيس أو العشرة الحمراء. دي سعرها على حسب الحالة بتاعتها، يعني لو حالة أنصر زي اللي في إيديا دي، حالة زي دي هتعمل من 300 جنيه ل 400 جنيه، من 300 ل 400 جنيه، سعرها من 300 ل 400 جنيه. أما لو حالة أقل هتعمل 200 جنيه 150 جنيه. أهم شيء العملة تكون بالشكل ده، حالة جديدة كده وما فيهاش قطع ولا فيها كتابة ولا أي حاجة. دي تعمل من 300 ل 400 جنيه. لو فيها رقم مميز هتعمل من 800 جنيه ل 1000 جنيه. الرقم ده يكون رقم مميز، يعني مثلا ده سبعات اهي، لو كل الرقم ده سبعات هتبقى رقم مميز، ودي تنباع بسعر 1000 جنيه. لو رقم مميز سبعات تمانيات تسعات كل الأرقام تبقى شبه بعضها، هتعمل من 800 جنيه ل 1000 جنيه على حسب الحالة بتاعتها. شوف الظهر بتاعها، ده الظهر بتاعها اهو. بنك الأهلي المصري 10 جنيه، التاريخ بتاعها سنة 1959. وقلنا السعر على حسب الحالة، سعرها على حسب حالتها، كل حالة ولها سعر. الجديد ليه سعر، واللي عليها كتابة لها سعر، واللي مش شخبط عليها لها سعر، واللي فيها قطع لها سعر، كل حاجة ولها سعر. اللي بيميز العملة حالة العملة. 10 جنيه البنك الأهلي أهي. المحافظ عبد الحكيم العمري سنة 1959. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية.